الصحابة كانوا يخافون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمله الجنة، قاعد يحكي منه؟ يحكي الصحابة. إن أحدكم لا يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ذراع يدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني قبل نهاية عمره شهر شهرين أسبوع ينتكس ويصير فاسق عاصي، بعد هالأيام والسنين اللي سواها خلاص ينتكس فيموت على غير الاستقامة فيدخل النار. ويقول وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بأهل الجنة فيدخلها. وقال إنما الأعمال بالخواتيم، إنما بالخواتيم، فنسأل الله تكون خاتمتنا كلنا خاتمة. فلذلك لما نتكلم احنا هني لا نقصد المدمن، ولكن نقصد كل مسلم